اهلا بحضراتكم. مع دخول فصل الشتاء بتبدا مشكله البواسير تظهر عند ناس كتير. ممكن يكون الشخص مصاب بالبواسير بقاله فتره طويله لكن ما عندوش اعراض. مع دخول فصل الشتاء بتبدا الاعراض تزيد عليه زي الالم الشديد او الالتهاب في منطقه الشرج او حتى النزيف الشرج. ايه يا ترى السبب او العلاقه ما بين الشتاء او البرد والبواسير؟ في الجو البارد بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه، فبالتالي بيحصل التهاب او احتقان في البواسير. كمان في وجود الجو البارد الناس بتنسى تشرب ميه، فبالتالي بيزيد فرص حدوث الامساك. مع الامساك بيحصل التهاب او جرح في البواسير بيؤدي للنزيف الشرجي. علشان كده بنقول لكم مع دخول فصل الشتاء لازم نلتزم بالتعليمات اللي هقولها لحضراتكم. اول نقطه تدفئه منطقه الحوض. لازم منطقه الحوض نحافظ على درجه حراره معينه بحيث نقلل الاحتقان اللي بيحصل في البواسير. النقطه الثانيه الحفاظ على شرب كميه كافيه من الميه. لازم كميه الميه ما تقلش عن 3 لتر يوميا. النقطة الثالثة أكل أطعمة غنية بالألياف زي الخضروات والفواكه. شكرا جزيلا لحضراتكم.